السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. حقيقة يعني إخواني وأخواتي المشاهدين إنه موضوع التعليم يعني يمثل من أهم الأساسيات في المجتمع، والمجتمع مبني، تطور المجتمع ونهضة المجتمعات مبنية على منظومتين. المنظومة الأولى هي التعليم، والمنظومة الثانية هي الصحة. فحقيقة نحن الآن يعني بصراحة الكل يشتكي والكل يعاني من يعني موضوع التعليم وقضايا التعليم والتحديات اللي تواجه التعليم. فموضوعنا اليوم نناقش فيه موضوع التعليم قرصه الصعب وثماره طيبة. كيف يكون قرص التعليم صعب جدا وكيف تكون الثمار طيبة؟ فإن شاء الله حتناول في الجزء الأول في هذه الحلقة ما هي صعوبات قرص التعليم، ولماذا أصبحت هذه المنظومة تعاني من كثير من الإشكالات. يعني كثير من الدول الآن مشكلة المناهج والمدخلات اللي حصلت على التعليم قللت من حقيقة من جودة التعليم. فتجد أنه الآن المواضيع اللي يعني كثير من العلماء والباحثين والمهتمين في مجال حقل التعليم يناقشوا ما هي جودة التعليم وكيف نجعل هذا التعليم يكون ذو جودة عالية بالنسبة لأبنائنا. نأتي الآن في نقاط اللي هي حقيقة اللي هي تمثل لماذا أصبح القرص التعليم صعب. قرصه صعب لماذا؟ أولا لأنه التعليم يحتاج إلى الصبر، ويحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى المجاهدة النفس، يحتاج البذل الكثير من الجهد، يحتاج إلى الصبر. لماذا؟ لأنه التعليم عبارة عن نحن نقرص في أبنائنا قيم، نقرص في أبنائنا يعني تاريخهم، نقرص في أبنائنا كثير من العلوم اللي هي يعني التعليم لا يقتصر فقط على الجانب اللي هي موضوع الرياضيات والمسائل الفكرية والذهنية، لا، التعليم يتناول كذلك الجانب الروحي، الجانب الوجداني، الجانب العاطفي في الطفل. فإذا كان أنا كوالي أمر أو نحن كمسؤولين من هذا الجانب ما كان عندنا الصبر هي الأفكار اللي تستطيع من خلالها نطور هذه المنظومة، أكيد يعني ما حيكون يعني أي عائد في المجتمع. الصبر حقيقة مقصود منه يعني ليس فقط اللي هي الأسرة، لكن نحن كمجتمع بأكمله، بما فيه المؤسسات التعليمية، بما فيه القائمين من وزارات التربية والتعليم وغيرها. بالنسبة للأسرة الآن يمكن كثير من الأخوات نناقش وتجد يعني استشارات هنا وهناك، يا دكتورة عندنا مشاكل، أبنائنا يعني ما يعمل الواجبات، أبنائنا ما أصبح لديهم الهمة والشغف والطموح والدافعية للتعليم. لماذا؟ لأنه ربما نحن جزء من هذه المشكلة. نحن كأولياء أمور في الأسرة يعني أحيانا الأم يعني ما تعرف اللي هي الفروق الفردية بين أبنائها، الوالدين تنقصهم المعرفة من اللي هي موضوع الميولات الطفل نفسه، ما هي الذكاءات الطفل. أحياناً طريقة اللي هي الليرنينج ستايل، نظام التعليم لكل طفل تختلف. يعني في الطفل السمعي، في الطفل البصري، في الطفل اللي يحب الدراسة عن طريق أنشطة اجتماعية، خاصة الأطفال في الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة التعليم فيها يتم عن طريق حاستين، اللي هي حاسة اللمس واللي هي يكون التعليم حسي وحركي. فأحيانا الأم أو يعني الوالدين في البيت، الطفل عمره 5 سنوات يجبر الطفل يجلس ويكتب كأنه طالب جامعي. هذه واحدة من إشكالاتنا، أصبح صعب جدا لأنه نحن أصبح ما يعني الوالدين ما عندهم الصبر والطاقة لمعرفة ميولات أبنائهم، لمعرفة مقدرات أبنائهم، لمعرفة ما هي الطريقة اللي هي الصحيحة لتعليم هذا الابن.